السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. فقبل ما نبداو كنقدموا لقطر أحر التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. فالمغرب سالت فيه العطلة، حنا يلا عاد شدينا العطلة. اليوم 18 ديسمبر، يلا عاد بدات العطلة بمناسبة اليوم الوطني القطري. وكذلك عندنا العطلة ديال نهاية الدورة الأولى. غادي يشدوا ان شاء الله اسبوعين، عاد غادي يرجعوا ان شاء الله للمدرسة. اليوم في الصباح بطبيعة الحال درت الفطور، هذا هو كان الفطور ديالنا، الكاب كيك. فبطبيعة الحال بعد ما سالينا الفطور، الدراري تبارك الله راه فاقوا بكري واخا العطلة. ايوا عطيتو تاني يتدرب هكايا على الارقام، كتابة الكلمات. فبغيت غير نقول لكم راه تسالاو الوراق كنكتبوا. لا لا، غير بغيت نضحك معاكم. هادو كنت بغيت نرميهم، قلت ليه لا، عرفتي شنو، ابقى كتب فيهم تيتساليو ديك الساعه نرميوهم. هذاك الشيء اللي قلت ليه. صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا قال لي بغيت نكتب حتى ل20، قلت ليه واخا. صافي تبارك الله عليه، راه كتبهم حتى ل20. صافي ها هي 20. ايوا كي جاكم هذا الخير تبارك الله. ها هو كتبت تبارك الله الارقام حتى ل20. صافي يا لاله، من بعد الكوزينه تنادي. نعجنت وطبيعة الحال كورت ديك العجينه. صافي خليتها ترتاح شويه. من بعد قرصتو. شكون ما كيعرفش الخبز ديال ما عرفتش كتسميوه، خبز المقله. صافي قرصتو خليته يرتاح حتى يخمر. وديك الوقيته فاش خليته كيرتاح، قطعت هاد الخير، هادي كفته تانية. كفته هي اللي كتعجب الوليدات، فالاغلبيه هي اللي كندير. صافي بما نيت خمر الخبز، ودرت الخبز ديالي كيطيب. هانتوما الخبز تبارك الله ناجح هو هذاك. المهم يا لاله، بغيت نعاود لكم واحد القصه. تخيلوا معايا من 48 كيلو ل 70 كيلو. تخيلوا معايا دابا من وحده 48 كيلو. عرفتي شنو هي 48 كيلو؟ عرفتي شنو هي 70 كيلو؟ عرفتي شنو هي 70 كيلو؟ راه تبارك الله. المهم يا لاله، قبل ما نتزوج كنت 48. فاش تزوجت تبارك الله كان 48. سير سير سير، تقريبا فاش ولدت ولدي الاول زدت 2 كيلو. كانت فيها 50، لدرجه فاش ولدت ومن بعد يعني فاش كنخرجوا هذا كيقولوا لي البنات واش ما كتاكليش، واش ما ولدتيش. المهم كل وحده شنو كتقول. المهم كيستغربوا، كيقولوا واقيلا هذه ما كتاكلش مزيان ولا الله اعلم، يعني كيفاش نتيا غيبقى الجسم ديالك هكاك عادي بعد الولاده وبعد هذا الشيء كامل. المهم سير سير يا لاله، بعد ما تقريبا كانت عند ولدي عام ونص ولا داك الشيء، جات كورونا. ياه وهذا جات كورونا، اجي يا كورونا. ديك الساعه جات كورونا، كلشي سد عليه، ما كاين لا حركه، ما كاين والو. ايوا ديك الساعه كاين غير السريط والمريض. التجهيد هادي درت، هادي طيب، هادي الماكله والنعاس. كاين غير الماكله والدق. زيد زيد كل مره كنمشي هكايا، كنمشي نعبر الوزن ديالي، كنلقى الكيلوات كيتزادوا. بلاتي شويه 53، شويه 55، شويه 60. وصلت ديك 60. سير تقريبا ولدت حملت بولدي الثاني. هو تاني الوزن بدا كيتزاد شويه بشويه، شويه كيتزاد شويه بشويه. المهم سير فاش ولدت ولدي الثاني حبست في 65. سير 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 الوزن بدا هكاك يعني مقاد. ديك الساعه ديما كنمشي كنعبر كنت كنرضع، ديما كنلقى 65، ديما واقفه في ديك 65. سير 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 حتى فطمت تاني ولدي، فطمته في عامين. عامين نيشان فاش فطمت ولدي. ايوا غير ديك فطمته كاين تاني غير الماكله والزريط والمريض. عرفتو دابا شحال فاش واقفه، كل مره كنلقى بعدا ها كيلو تزادت 66. اش هادشي 67 اش هادشي.
واحد النهار لقيت 69 كنقول واش هادشي، كيفاش تتزاد هادشي كامل؟ زعما الرضاعة والله إلا مخيرة، يعني كتخليك فواحد الوزن اللي هو مقعد دائما. من بعد غير هاد اليومين لقيت 70. قلت لا 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 لا، هادشي خاصو ستوب. وفعلا مؤخرا والله الا وليت كنتحرك بزاف، وليت كنمشي كنتمشى يوميا، واخا ما عرفت طيح سمع على الارض كما كنقولوا. ولكن كنخرج دائما، كنتمشى شويه. لان شوف، نصيحتي وتجربتي يعني، انا اللي كنت رقيقه ودابا وصلت 70 كيلو، واخا كنبان رشيقه انا راه كنبان عاديه. اللي شافني زعما يقول لي هكا احسن من كنتي 48 كيلو او لا 50 كيلو، راه هكا احسن. ولكن انا حسب تجربتي، ويعني كنت ضعيفه، من بعد يعني سمانيت شويه، لا اختي خليني في 50 كيلو، لا خليني في 55 مزيانه. 55 مخيره بالنسبه للمراه، يعني هذا الوزن اللي يعني مثالي، كنشوفو مثالي. ودي نزيدو كاع 5 مازال، يلاه سير حتى ل 60. 60 كيلو مخيره كاع، مخيره. بستي التكشيطه، لبستي ما عرفت شنو كيجي معاك يعني زوين. ولكن راه توصلي 70 ولا تفوتي 70، لا 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 لا، هادشي ما بقاش فورمه هادشي خصك يتبالي. ايوا المهم، حكيت لكم تجربتي، ودابا يعني مستقبلا غنقول لكم واش نقصت الوزن ولا لا، يعني بداك الشيء كندير، يعني المشيه، الحركه، الماكله، السكريات نقصتهم شويه وهذا. فانا الحمد لله ما كنعاني من حتى شي حاجه، يعني كنقدر مازال نتحرك وهادي. ولكن بغيت اختي لداك العدد يخف هو كاين ما احسن من فاش كنتي خفيفه كي الريشه، راه ما كاين ما احسن من هكاك والله. وسبحان الله، واخا ديك الساعات كنت رقيقه، يعني ما عمرني حلمت كنقول زعما بحال هادشي كنشوفو دابا. بغيت وصفات ديال زياده الوزن ولا شي حاجه ديال فاتح الشهيه ولا ما عرفت شنو، كنقول عادي، راه داكشي عادي. الناس كيشوفوني كيقولوا لي لا خصك تبقاي تاكلي مزيان، خصك فاتح الشهيه، خصك دردك، خصك ما عرفت شنو، عرفتش داكشي المعجون ولا ما عرفت شنو كيقولوا ليه. نقول لهم اودي انا خليوني هكا، انا مرتاحه هكا، مرتاحه هكا. جات شي حاجه من عند الله مرحبا ما جاتش، راه هكايا مرتاحه. وفعلا والله هكاك لي زوين. تلبسي اي حاجه تجي معاك، اه, والله الا عادي وخفيفه عرفتوا اليوم فاش كنهضر معاكم تخيلوا معايا جات عندي واحد السيده اول مره تجي عندي للدار بعد ما تحولت، يعني اول مره تجي عندي. شفت قالت لي واش عندك الدروج؟ قلت لها لا لا ما تخافيش. قالت لي انا ما قدرتش نطلع في الدروج، عاد تبارك الله هكا عامره عامره عامره، عرفتي النفس ما قدرتش تطلعو، والمشيه ما قدرتش تمشى عاد نطلع لك في الدروج. قالت لي راه ما قدرتش شفتو الطونسيون. قلت هكا البنات اللي عندهم داك الهوس انهم يزيدوا في الوزن، فين اختي غاديه؟ راه غتزوجي غادي تبدلي الا ما حافظتيش يعني على داك النظام ديالك عرفتي غير الماكله والنعاس. عرفتي الماكله والنعاس راه ماشي غير غادي تزادي، راه انت في داركم دابا وبغيتي تزادي، غير تنقصوا غير من التفكير، ما تبقاوش غير هازين الهم ومولاها ربي. والله فيما بغات توصل غادي توصل، اللي بغى يربح العام طويل. المهم النصائح اللي بغات تغلاض بلا داكشي ديال المعجون وداكشي تبقاو تاكلوا حتى تموتوا بحال هذيك السيده الله يرحمها. المهم اللي بغات تغلاض يا لالا بقاي كولي الاكل ديالك المزيان الصحي في الدار، كولي ولوحي الهم، عطي الهم واحد الركله يمشي الهم بلاش، الهم داك قوة التفكير راه ما تخليكش انك تغلطي واخا بغيتي. علاش؟ لانك تفقدي الطاقه ديالك كامله كتفقديها، داك الشيء كتاكلي ما كيبانش عليك. زائد دوزي ياك ما عندكش نقص شي حاجه، ياك ما عندك الديدان، ياك ما عندك الله اعلم. الماكله والنقيه والنعاس هي اللي كتعطيك بشره زوينه وكتعطيك واحد الوزن اللي هو زوين. غير بالنسبه لك نتيا كيبان لك زوين الا وصلتي 70 كيلو 80 كيلو، لا يا اختي. المهم انا كنعطيك غير نصائح باش الا بغيتي تغلاضي خوي داك الراس من التفكير، وكلي الماكله ديالك مزيانه، وقت النعاس نعسي ما تسهريش، وهانتي غادي تغلاضي.
بلا معجون بلا حتى شي حاجة. يلا بسلامة.